لما تيجوا قولوا لي ان انتوا موجودين وان انتوا جيتوا. مساء الفل، ازيكم؟ انا شايفه ناس بدأت تيجي. ايوه اهو، بدأتوا تيجوا. اهلا 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 اهلا، وحشتوني والله. مساء الفل يا حسام، ازيك؟ مساء الفل يا يحيى، ازيك يا محمد، عامل ايه؟ ربنا يخليك، شكرا جدا. يعني لما بتتجمع الناس كده، في واحد عامل انجري. طب يا حبيبي انت عامل انجري داخل ليه؟ لا اله الا الله. ندخل في صفقة وسام وعمر كمال. طب لما الناس تدخل، حاضر والله، الناس تدخل بس كده دقيقة، وندخل في كل اللي انتوا عايزينه ونتكلم على كل حاجة انتوا عايزينها. مساء الخير يا حسام يا عبد الله، ازيك؟ احمد ازيك؟ خليك معانا. غفلونا يا احمد. استغلوا ان احنا مسافرين. مساء الورد يا حاج حاتم، ازيك؟ ربنا يخليك، منور انت. يا ابو ايه، اهلا وسهلا. مساء الورد يا احمد. يا ابو نوح، ازيك؟ حاضر يا محمد يا عريبه، هقول لك اخبار وسام. شكرا يا محمود يا عبد الله، تسلم لي والله. محمد الشتاوي، اهلا وسهلا، اهلا اهلا. محمود العريبي، ربنا يخليك. مساء الفل يا ابراهيم يا سيد، ازيك؟ حسام جميل، نخش في الموضوع على طول. ماشي يا حسام يا جميل، حاضر. صورتي مع رونالدو حلوه، ربنا يخليك. يا جماعه اللي ما تصورش مع رونالدو يطلع من اللايف حالا. مساء الفل. طيب بالاول وحشتوني جدا، انا عارفه يا احمد يا توفيق، ازيك؟ ايه الاخبار؟ تسلم لي والله، وحشني جدا يا احمد بجد حقيقي. اخبار قطر ايه وكاس الامم الاسيويه ايه؟ طبعا الدنيا عندكم هتبقى مولعه، يعني كنت اتمنى ان انا اجي، بس عندنا كاس الامم الافريقيه هتاخد الوقت كله. يلا بينا ندخل طيب في الاخبار، عشان انا شايفه ان الناس كلها مستعجله. شكرا يا ابراهيم، ربنا يخليك. مساء الفل يا سعد. في جديد من ناحية وسام، وفي جديد في عمر كمال، في جديد في حاجات كتير. طبعا انا عارفة ان انا يعني كنت مسافرة في كأس العالم للأندية، فطبعا ما كنتش متابعة قوي. موضوع وجودي بره مصر خلاني بس منقطع شوية هنا عن الأخبار. أنا رجعت الأسبوع اللي فات، وكنت واخدة دور برد جامد جدا، أو مش برد بقى، هو كان المتحور الجديد ده بتاع كورونا. فأنا أخدت تقريبا حوالي 26 يوم بجد، اقسم بالله 26 يوم في دور البرد ده، ما راحش ولا يوم يعني. هناخد اول حاجه ديانج، زي ما يحيى بيتكلم كده. سأل عليه ديانج، في اي عروض لديانج ولا لا؟ في اهتمام من قطر، القطري بديانج اهتمام، تمام. لكن هل الموضوع ارتقى لانه يكون عرض وصل رسمي للنادي الاهلي؟ ما حصلش. يعني وكيل اتكلم، احنا النادي مهتم بديانج وعايزينه. طيب ماشي، ممكن تطلبوا كام؟ احنا ممكن نطلب في رينج كذا. رينج كذا ده رقم على ما اعتقد ان هو تخطى الرقم تخطى 3 مليون دولار، وده اللي خلى الناس شوية تحاول ان هي يعني تقف في موضوع العرض بتاع ديانج. وجهة نظر كولر الفنية، وهل كولر موافق على خروج ديانج ولا لا؟ كولر ما عندوش مشكلة في ظل خروج حساباته منه خلال الفترة اللي فاتت شوية. لكن برضو الموضوع بيرجع فني بحت للعناصر اللي موجودة في نص الملعب، وحسب جاهزيتهم في الوقت ده، او حصل حاجة لحد او لا، فده بيتوقف عليه. فده قصة ديانج، عشان نبقى خلصنا من قصة ديانج خالص. تعالوا ناخد قصة عمر كمال عبد الواحد بقى، والتفاصيل الأخيرة فيها لحد اللحظة اللي أنا معاكم فيها دي دلوقتي، عشان هي فيها تفاصيل كتير. النادي الاهلي طبعا احنا عارفين ان عمر كمال الموضوع بتاعه بادئ بقاله فتره طويله جدا، ومش بس حتى الميركاتو ده يعني. وعرفتوا الطلبات اللي فاتت اللي هي كانت خالد وديانج وكريم نيدفيد، وانا كنت كتبت الكلام ده ليكوا قبل كده، وحتى اتكلمنا فيه مع بعض قبل السفر، وان اترفض ناس منهم. وانا كنت اول حد قلت كمان ان في ناس منهم هتترفض بسبب القائمه الافريقيه، وبسبب الحاجه الفنيه للفريق يعني، الحمد لله. وده اللي حصل بالفعل خلال الفتره اللي فاتت. رجعوا تاني طلبوا صلاح محسن وكباكا ومحمد عبد الله، وده انا كتبته برضو ونزلته الحمد لله. لكن صلاح محسن رفض، وكلنا عارفين ان الصفقه كانت واقفه بسبب صلاح محسن خلال الايام اللي فاتت.
وان هم اتعرض عليهم مع قبل الولدين الشباب دول، اتعرض عليهم متولي مع صلاح محسن. وبالتالي هم وقتها رفضوا متولي وقالوا صلاح محسن، وطلبوا الاثنين الشباب اللي انا قلت لكم عليهم اللي هم كباكا ومحمد عبد الله. طيب الموقف حاليا ايه اللي حصل؟ ان النادي الاهلي قال للمسؤولين في مودرن فيوتشر صلاح محسن عندكم، روحوا اتكلموا معاه وقولوا له ان انتوا عايزينه، واتكلموا معاه في الصفقه وشوفوا هتقدروا ان انتوا تخلصوها ولا لا. وده اللي حصل بالفعل. صلاح كمل في الامارات بعد بطوله السوبر، كان كل اللعيبه بتتفسح وكل اللعيبه مسافره، وبالتالي ده اللي حصل بالفعل يعني. وقعد فتره، فكانوا مستنيين ان هو يرجع، لكن حصل تواصل مع صلاح قبل ما يرجع من نادي مودرن فيوتشر، وقالوا له ان احنا عايزينك، لكن اللاعب رفض. قال لهم لا انا مش عايز اروح مودرن فيوتشر. قال لهم لا لا وش يعني، مش اللي هو طب هفكر، طب سيبوني شويه، طب اعمل استخاره، الكلام ده كله ما حصلش. قال لهم لا، قال لهم انا مش عايز اروح مودرن فيوتشر ومش موافق. طيب اللي حصل بعد كده ايه؟ حتى لما رجع تاني مصر اتكلموا معاه مرة تانية برضو ايه، رفض. الموقف عند صلاح هناخد الموقف بس من ناحيتين، من مودرن فيوتشر ومن صلاح ومن النادي الاهلي. الموقف من عند صلاح محسن، صلاح دلوقتي رافض يروح مودرن فيوتشر. ليه رافض يروح مودرن فيوتشر؟ في اكتر من مهاجم، في حوالي 3 مهاجمين موجودين في الفريق هناك، فانا هروح هيبقى مهاجم رابع، فانا لا يعني انا عايز العب. طب الحاجه التانية ان انا اخد فرصتي مع النادي الاهلي، انا ما خدتش فرصتي مع النادي الاهلي لحد النهارده. يعني واحد زي موديست انا مش اقل منه، بالعكس انا ممكن اكون احسن منه، وهو مكمل وهياخد فرصه وانا ما خدتش الفرصه دي. طب ما تدوني الفرصه دي انا كمان، يعني انا عايزه اخد الفرصه اللي انا ما خدتهاش. طب انتوا رجعتوني من سيراميكا كليوباترا ليه لما انتوا هتطلعوني تاني اعاره مره تانية يعني؟ فهو عايز ياخد فرصه مع الفريق ده الحاجه التانية. الحاجه التالتة ان هو يطلع بره مصر. يعني لو النادي الاهلي صمم ان هو يمشي، قال يعني اتكلم مع تمام، اتكلم مع الوكيل بتاعه ان هو يطلع بره مصر، ان هو يشوف له اي عرض بره. وده المفترض بيحصل. تمام، ان هو بيحاول ان هو يشوف له عرض بره. طيب ده كده بالنسبه لصلاح محسن، يعني احنا خلصنا من صلاح وموقفه النهائي. طيب مودرن فيوتشر هيعمل ايه؟ يا درش تسلم لي يا مصطفى يا خليل، ربنا يخليك يا رب والله. يا محمد يا بن ربنا يخليك تسلم لي. هكمل لكم بس قصة صلاح محسن ومودرن فيوتشر وعمر كمال. المهم طيب دلوقتي مودرن فيوتشر هيعمل ايه الجديد؟ ان بعد ما طلبوا كباكا ومحمد عبد الله، رجع المدير الفني في مودرن فيوتشر قال لهم انا مش عايز كباكا وانا مش عايز محمد عبد الله. طب وبعدين الكلام رايح لان ممكن يكون في رشدين. الكلام رايح ان ممكن يكون في رشدان، يعني ان هم ممكن يطلبوا رشدان، وممكن يطلبوا مع رشدان لعيب تاني. ممكن متولي بعد ما رفضوه، يعني هو اتعرض عليهم ورفضوه يعني ممكن يرجع لحساباتهم مره تانية، يبقى مثلا متولي ورشدان، رشدان ولاعيب ناشئ تاني ايا كان هو مين. بس لحد اللحظه دي دلوقتي ده اللي بيدور، يعني ده اللي حاصل. صلاح رفض رفض قاطع، المدير الفني يرجع رفض الاثنين الناشئين، فبالتالي الموضوع كله واقف في مين هيروح مكان عمر كمال. ليه الاهلي ما طلبش مقابل، قصدي ليه مودرن فيوتشر ما طلبش فلوس؟ اقول لكم ليه. لان الاهلي لعب لعبه ذكيه جدا في الجزء ده، وان هو قفل الباب على ان مودرن فيوتشر يطلبوا فلوس منهم. ازاي بقى؟ انتوا عارفين ان ناصر ماهر كان منتقل من النادي الاهلي للمودرن فيوتشر، فالنادي الاهلي راح جاي باعت فاكس رسمي على مودرن فيوتشر ان احنا لينا مستحقات بقيمه 4 مليون جنيه من صفقه ناصر ماهر، صفقه انتقال ناصر ماهر من النادي الاهلي لنادي مودرن فيوتشر مع الاداره القديمه. تقريبا حاجات بقى بونص او حاجات في العقد محطوطه وكلام من ده كله. فاحنا لينا والله فلوس لينا فلوس 4 مليون جنيه، احنا محتاجين الفلوس دي. تمام، فهنا مودرن فيوتشر طبعا وقف وما طلبش فلوس. ليه ما طلبش فلوس؟ لان خلاص، اصل لو طلب فلوس دلوقتي هيبقى في مقصه ما بين الفلوس دي. يعني لو طلبوا اكتر من الاربعه هناخدوا ال4 مليون جنيه اللي لينا عندكم، واحنا هناخد اللعيب وخلاص وشكرا. فبالتالي لغوا فكره الفلوس دي خالص، لان هم مش هيستفيدوا اي حاجه تماما. فدي لعبه عملها النادي الاهلي، لعبه ذكيه جدا، وصراحه شابوه عليها، يعني ان هم
طلعوا قصه الفلوس من الصفقه دي خالص وخلوها في لعيبه بس، لان انتوا عارفين ان دايما الفتره الاخيره الاهلي بقى بيدخل في قصه ان هم يدخلوا لعيبه مكان لعيبه علشان يخلصوا من اللعيبه اللي هم مش محتاجينها، او ان هم يستفيدوا بان هم يطلعوا لعيبه اعارات ويجهزوها للفريق والكلام ده كله. ايه اللي هيحصل بقى، او مين اللعيبه الجداد اللي هينضموا في الصفقه، او ايه اللي هيتعمل، لسه لحد دلوقتي مش واضح. يعني اخر حاجه اللي انا قلتها لكم في الصفقه لحد الدقايق فاتت، يعني انا يعني اخر تليفون ممكن اكون عاملاه في قصه الصفقه دي من اقل من ساعه. فدي كل التفاصيل الخاصه بعمر كمال والصفقه بتاعته التبادليه مع نادي مودرن فيوتشر والنادي الاهلي. تعالوا نروح للصفقه الكبيره اللي اتغفلنا كلنا فيها، وانا بعترف ان انا اتغفلت فيها زي كل الناس، بس احنا اتغفلنا لان انا كنت مسافره طبعا يعني، فالواحد كان منشغل اكتر بكاس العالم للانديه وبنزيما ومارسيلو ورونالدو والكلام ده كله. ف يعني ما كنتش مركزه قوي مع الاخبار حقيقي، كنت مركزه مع البطوله وتغطيتها والتصريحات طبعا مع لعيبه الاهلي او الجهاز الفني او الكلام ده كله. فمحدش كان متوقع ان تمام، فما حدش كان متوقع ان هم يبداوا مفاوضات بدري قوي كده. لكن بالفعل المفاوضات بادئه من بدري فعلا، وبادئه من وقت بدايه بطوله كاس العالم للانديه، او يمكن حتى من قبلها بشويه. المفاوضات بدات برقم قليل جدا، وهو حوالي 600 الف دولار تقريبا. يعني هم بداوا المفاوضات من تحت قوي يعني. 600 الف دولار ده كان اول رقم اتعرض على النادي بتاعه هناك علشان خاطر يبداوا المفاوضات بيه. طبعا بعد كده الارقام بدات ان هي تعلى، بدا النادي يطلب ارقام اكبر، بدا يتم التفاوض والكلام ده كله. يعني انا كنت كتبت على الحاجات دي خلال الايام اللي فاتت، ولان اللاعب كان بالنسبه لهم حل مهم جدا في قصه ان هم مش هيحتاجوا ان هم يطلعوا لعيب اجنبي وان هو فلسطيني، بالتالي هيحل ازمه ان هو هيعامل معامله المصريين والكلام ده كله. فمش هيكون في ازمه خالص في القصه دي تماما يعني. فبالتالي خلاص الموضوع شبه اتحسم يعني. انا من الصبح بحاول ادعبس هل الموضوع تم زي ما المواقع السويديه نشرت ولا لا، وده اللي اتاكدت منه خلال الوقت القليل اللي فات يعني، ان بالفعل الصفقه شبه اتحسمت، وان اللاعب خلال يومين ثلاثه هيكون موجود فعلا في مصر والموضوع هيخلص. فده بالنسبه لقصه وسام، هي كمان ان هي شبه اتحسنت. طيب تعالوا نروح لخريطة بقى النادي الأهلي لدعم الهجوم. يعني مهاجم تحت السن، مهاجم مصري، الكلام اللي بيتقال في الناحيتين دول، وهل هيجي وسام لوحده ولا هيجي معاه مهاجم تحت السن ولا مصري، هل مودست مكمل ولا مودست ماشي. طيب هناخد مودست. تمام. مودست يعني المدير الفني كان رافض ليه رحيله. المدير الفني كان رافض رحيله علشان خاطر ما يغلطش نفس الغلطة اللي غلطها وقت رحيل محمد شريف. يعني محمد شريف مشي، تمام، محمد شريف مشي، وبالتالي ما كانش عنده اوبشن تاني، وكان لازم يتعاقد مع مهاجم بسرعة، فاضطر ان هو يتعاقد مع المهاجم الموجود مودست ده دلوقتي. ودي كانت الأزمة في سبب ان هو مش عايزه يمشي. قال لا انا مش همشيه غير لو انا بالفعل ضمنت بقى عندي مهاجم، لكن لو انا ما عنديش مهاجم انا مش همشيه وهو مكمل معايا. ما انا هاجي بقى في الاخر مش هلاقي حد يبقى مهاجم عندي، ولا حد يعمل لي يكون موجود في المركز المهاجم يعني. فدي القصة بتاعت رحيل مودست. ليه كان رافض؟ يعني مش تصميم لمجرد التصميم وخلاص ان هو مكمل رغم ان هو ما عملش حاجة، لا اطلاقا، هو كان مصمم علشان الجزئية دي. القندوسي لحد دلوقتي مش راجع يا احمد يا اشرف، بس يعني خليني اكمل بس الكلام بتاعي، هاخد لكم حاجه حاجه واقول لكم كل الاخبار اللي فايتاكم خلال الفتره اللي فاتت دي والله العظيم، وبعدين هرد على اسئلتكم كلها ان شاء الله، حتى اللي عايز يسال على اي سؤال هرد عليه. فده الجزء بتاع ليه موديست مرضيش يمشي. طيب تعالوا ناخد جزء تاني، وهل المدافع المصري مدافع تحت، قصدي المهاجم المصري ولا مهاجم تحت السن. طيب المهاجم المصري يعني في الحسابات، مهاجم تحت السن في الحسابات. ممكن يجي واحد مع وسام، ممكن ما يجيش، ممكن يجي اتنين مع وسام. فاهميني يعني؟ هي الموضوع ماشي او واقف على المفاوضات، وعلى ان الموضوع هيخلص بالشكل اللي عايزه النادي الاهلي ولا لا، بالشكل اللي عايزه المدير الفني ولا لا. بس كل الاحتمالات موجوده ومطروحه. موجود الاحتمال ومطروح ان يبقى في مهاجم مصري، وان يبقى في مهاجم تحت السن، او واحد من الاتنين مع وسام، او ان ما يكونش في حد منهم خالص. كل ده هيبقى متوقف على
المفاوضات خلال الايه الفتره اللي جايه او الايام اللي جايه ان شاء الله يعني. يا كريم يا عبد القوي، ازيك؟ عامل ايه كريم؟ صديقي العزيز يعني، وممثل شاطر وصاعد ان شاء الله بقوه جدا يعني. آم، المهم ده بالنسبه لخطه المهاجم. طيب الاسامي اللي بتتقال في الموضوع المهاجمين المحليين، كولر معجب بمروان حمدي. كولر معجب بيه، عاجبه اللاعب. بس وانا من فتره كنت قلت لكم في لايف هنا على البيج، اعتقد ان اللايف موجود، ان انا تواصلت مع احد المصادر في النادي المصري واكد لي ان في حد طرف او وسيط سأل على اللاعب للنادي الاهلي. بس انتوا عارفين ان مستحيل صفقه تتم ما بين النادي الاهلي والنادي المصري. الباب مقفول. الباب مقفول في الجزء ده خالص يعني. رغم ان تمام، رغم ان اللاعب بالفعل عاجب الايه المدير الفني زي ما قلت لكم. اتعرض عليه اسامي زي مثلا احمد عاطف وزي اوف. اتعرضوا عليه عرض كده بس، لكن يعني مفيش مفاوضات ولا في اي حاجه رسميه دخلت في القصه دي خالص لسه لحد دلوقتي. بالنسبه للمهاجم المصري، المهاجم اللي تحت السن الاجنبي، في حوالي 3 او 4 اسامي قعدوا يشوفوهم وعرضوهم على المدير الفني. وانا عايزه اقول لكم ان كولر عنده مشكله كبيره جدا في الموضوع ده، لانه حرفيا بيتعب فيه جامد قوي يعني. المدير الفني بيشوف حوالي 7 أو 10 ماتشات كاملين كاملين لاي لعيب بيتعرض عليه. يعني مش بيشوف فيديوهات متقطعه او بيشوف اجزاء او بيشوف اي حاجه من الكلام ده، لا خالص اطلاقا. هو بيشوف ماتشات كامله، ده بجد والله العظيم. من يوم ما جه النادي في كل الصفقات اللي بيعملها بيشوف ماتشات كامله للعيبه اللي بتتعرض عليه. فالموضوع بيبقى مرهق عليه جامد جدا، غير طبعا الناس اللي بتبقى معاه في التيم يعني، في الجهاز الفني اللي بتشوف معاه اللعيبه يعني. ده بالنسبه لخطه الايه الهجوم. المدافع موضوع او المساك موجود يعني، موجود وفيه تفكير في كام لاعب، لكن لسه مفيش حاجه يعني بدأت تدخل في حيز الجد لحد دلوقتي. دي حاجة من ضمن الحاجات. القندوسي هيرجع؟ القندوسي لسه مش هيرجع يا محمد يا عسلية. لحد دلوقتي مفيش أي قرار برجوع القندوسي خالص. في إيه تاني؟ في إيه تاني؟ فكروني كده. أنا قلت اتكلمت في عرض الشناوي ولا ما اتكلمتش في عرض محمد الشناوي قائد الفريق؟ اتكلمت ولا ما اتكلمتش؟ فكروني كده، ردوا عليا، حسوني ان انتوا معايا برضه يعني. والله انا كنت مستنيه معلوماتي، هقول لكم كل حاجه بقى فيها الاسبوع. انا كنت مستنيه معلوماتي اقول لكم كل حاجه فيها مع ابراهيم، لكن مفيش معلوماتي الاسبوع ده يعني. ابراهيم عنده حاجات تانية في البرنامج، فقلت هطلع لايف بقى اقول لكم كل الاخبار يعني. شكري مش راجع نهائي نهائي. الكلام اللي اتقال برضو خلال الفترة اللي فاتت ان شكري بيفكروا فيه، وان شكري الاهلي دخل في الصفقة مرة تانية علشان خاطر يوقف الصفقة على الزمالك، والكلام ده مش صح خالص يا جماعة. شكري كولر رفضه رفض تام، مش مقتنع بيه خالص، مع ان انا من وجهة نظري شكري لعيب كويس جدا، ومع الوقت يعني هيبقى مكسب كبير قوي لاي فرقه هيكون موجود فيها. ممكن اكلمكم على مفاوضات شكري والزمالك كمان يعني، ان شكري كان متفق مع الزمالك وكان مخلص مع الزمالك كل حاجه كل حاجه. بس الكلام ده كان قبل التجديد لفتوح. بعد التجديد لفتوح اللاعب بدأ ياخد خطوات لورا شويه، لان شكري دايما عايز من اللعيبه اللي عايزه تبقى رجليها في الملعب، ان هو يلعب طول الوقت. فبعد تجديد لفتوح طبعا حس ان هو هيبقى خيار تاني بالنسبه للجهاز الفني في الزمالك. وانا عندي معلومه ان كان في يعني احد الاداريين او احد الناس اللي موجودين في نادي الزمالك تواصلوا معاه وفهموه ان فتوح ممكن يلعب في خط النص، يعني يلعب نص ملعب. تمام. هو لعبها قبل كده فتوح اعتقد مع نادي الزمالك يعني، على ما اعتقد انا فاكره ان هو حصل ده قبل كده. يعني قالوا له حاجه زي كده، بس هو برضو مش مقتنع قوي بالقصه دي، فالموضوع لسه يعني بدأ ياخد خطوات لورا شويه. ده بالنسبه لمحمد شكري. ناصر ماهر كمان في مفاوضات مع ناصر ماهر على نادي الزمالك هو كمان. ده بالنسبه لنادي الزمالك. أسامة جلال ممكن يجي؟ لا مفيش أي حاجة مع أسامة جلال يا تامر خالص لحد دلوقتي. كريستو موجود مع الفرقة، بس أنا زي ما قلت لكم إن المدير الفني أو كولر شايف عنده شوية مشاكل في الملعب يعني. عمر كمال أنا اتكلمت عن كل التفاصيل يا جماعة في الأول، واتكلمت كتير قوي يعني في القصة، فهيبقى صعب إن أنا أعيد كل ده تاني. ممكن بعد ما أقفل ترجعوا تشوفوه. واتكلمت طبعا على الصفقة بتاعت وسام الشناوي والعروض طيب اللي بتتقال على كابتن محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي.
الشناوي طبعا انتوا شفتوا كل الاداء الكبير في كاس العالم للانديه، وضربه الجزاء اللي صدها من كريم بنزيما. فده بيخلي طبعا انظار الفرق تروح له مره تانية. وبالتالي ده اللي حصل. بس هل ايه يعني في عرض رسمي او شفوي حتى مع اللي انا عارفاه ان تم التواصل مع الشناوي او مع وكيله بقى، يعني المعلومه ما يعني ما دققتش فيها قوي، ان هم تواصلوا معاه من نادي الاتحاد، احنا عايزينك، وان احنا يعني ممكن ندفع للاهلي كذا، وندفع ليك كذا. تمام، ده اللي حصل. لكن هل تواصلوا مع الاهلي او بعتوا عرض او اتكلموا مع النادي الاهلي؟ لا، ما حصلش خالص. ولا الارقام اللي بتتقال برضو على العرض بتاع الشناوي دي يعني ارقام مش صح خالص يعني. على حسب ما عرفت او ما سمعت ان الرقم اللي اتقال 2 مليون دولار للنادي الاهلي. يعني ده الرقم اللي وصل لي او اللي انا عرفته. دي المعلومه اللي موجوده في قصه محمد الشناوي كمان يعني. محمد حمدي كان لحد الشهر اللي فات ما جددش عقده مع بيراميدز. بس الصراحه انا ما تابعتش الشهر ده برضو بسبب سفري في السعوديه. يعني انا قعدت فتره طويله في السعوديه يعني. قعدت 25 يوم تقريبا. ف عمره والبطوله الاتنين مع بعض، يعني ربنا يكتبها لكم كلكم جميعا يا رب ان شاء الله. فما تابعتش محمد حمدي جدد ولا لا، بس اوعدك ان انا هسأل تاني واتاكد اذا كان جدد ولا ما جددش مع بيراميدز. دي حاجه. محمد عبد المنعم لحد دلوقتي مكمل مع النادي الاهلي. واللي انا متاكده منه ان منعم لو عايز يخرج احتراف فهو عايز يخرج في اوروبا، مش اي عرض خليجي. يعني منعم طموحه ان هو يروح يلعب في اوروبا، مش في الخليج ولا في اي دوله تانية من الدوريات العربيه. يعني دي انا متاكده منها مليون في الميه. هو طموحه اكبر من كده بكتير جدا، يعني نفسه يعمل. تمام كده. في ايه تاني احنا ما اتكلمناش فيه؟ اعتقد انا كده اتكلمت في كل حاجة كانت بتتقال خلال الايام اللي فاتت، صح ولا غلط؟ قولوا لي كده عشان لو في حاجة ناقصة اتكلم معاكم فيها يعني. ها، في حاجة ناقصة تاني؟ خد بالك 10 مليون دولار ده رقم خزعبلي يا كريم. يعني انت بتتكلم في رقم يتاخد في لعيب شباب. طبعا الشناوي قامة كبيرة جدا محدش يقدر يقلل منها ابدا ابدا. والاداء الفترة الأخيرة الحمد لله رجع زي الأول وأحسن بكتير كمان يعني. بس برضو مش لدرجة 10 مليون دولار خالص دلوقتي. يعني أحمد عبد القادر طبعا يعني في شوية دلع كده المدير الفني مش قابل بيهم خالص، فبالتالي هو بره حساباته الفترة اللي فاتت تماما، وهو عايز يخرج. يخرج إعارة. يعني اللاعب عايز يخرج إعارة. بس اللي أنا عارفاه إن هو ما عندوش عروض. اللي أنا عارفاه إن هو كان عنده عرض من سموحة على ما أعتقد، بس يعني لكن ما فيش عروض من بره مصر وصلت للاعب في الوقت الحالي. ده بالنسبة لأحمد عبد القادر يعني. رضا سليم خلاص، يعني لما الفريق هيرجع أعتقد إن هو هيشارك تأهيل ويدخل بشكل تدريجي مع الفريق أول ما يرجعوا تدريبات إن شاء الله يعني. ده بالنسبة لرضا سليم. إيه كمان؟ عبد القادر اتكلمت عليه خلاص يا خارج السرب. ربنا يخليك يا أنا زياد، ربنا يخليك، تسلم لي والله العظيم، تسلم لي. ديانج فين يا ريهام؟ والله العظيم انا ماليش دعوه بديانج. انا ما خدتش ديانج. ديانج موجود يعني، بس هو المدير الفني ما يعني شايف اداؤه في اخر فتره مش احسن حاجه يعني. بس ده بالنسبه لديانج. لكن ديانج موجود لحد دلوقتي. وانا اتكلمت في قصه العروض بتاعه ديانج يعني. اكيد طبعا احنا كلنا شفنا الحضري لعب لحد كام سنه يعني. بس الحضري كان اسطوره برضو ايا كان يعني. فيعني الشناوي لو كمل بنفس الشكل بتاع الحضري ده يقدر يدي طبعا في الملعب لحد سن كابتن عصام الحضري طبعا اكيد يعني. استاد الاهلي لسه ما فيش فيه جديد خالص والله. هي الموضوع بتاع المدينه الرياضيه اللي انا كنت قلت لكم عليه ده، واللي كانوا عرضوه على الجمعيه العموميه يعني. بس لكن ما فيش جديد في القصه دي. استاد الاهلي رديت عليه، الاستاد الرياضي رديت عليه. كريم ندفد. يعني كريم ندفد هو فنيا برضو مش نفس الحاجة اللي عايزها كولر لحد دلوقتي. عشان كده مش بتلاقيه داخل في الماتشات. يعني بالمقارنة بباقي اللعيبة معاه في خط النص هم أحسن منه كتير. فعلشان كده انت ما بتشوفوش بيشارك. هو على فكرة كريم ما كانش عنده مشكلة ان هو يخرج للإعارة برضو. يعني دي حاجة يعني تتاخد في الحسابات يعني. ان هو كان موافق عادي ان هو يخرج. والله يا احمد يليق بالنادي الاهلي ولا زي كل مهاجم يجي شويه؟ دي حاجات بطيخه ما اقدرش افتيلك فيها.
ولا اقدر اقول لك اذا كان هيجي يقدر يكون خلاص هو ده الحاجة اللي انتوا عايزينها، اللي كل الجماهير عايزاها، واللي النادي الاهلي عايزها ولا لا. اخبار العامل فاروق ايه؟ يعني دعواتكم ليه، دعواتكم ليه، دعواتكم ربنا يشفيه، لان الحالة ما فيش فيها جديد للاسف. فدعواتكم ليه ربنا يقومه بألف سلامة يا رب، ويرجعه لأهله ولعيلته بألف خير. دي أهم حاجة. وربنا يعني يصبرهم على البلاء الكبير اللي هم فيه والله. نعم. مين محمد؟ أنا مش فاهمة حاجة من المسج. تتعامل معايا ازاي يعني؟ أنا مش فاهمة. معلول هيجدد ولا لأ؟ يعني بص، لسه القصة بتاعت معلول دي لحد دلوقتي ما تمش حسمها يعني. لسه فيها كلام رايح جاي ما بين الإدارة وما بين الجهاز الفني، بيشوفوا الدنيا فيها. بس يعني اللي أنا بأكده لك إن معلول مستحيل يمشي من الأهلي بشكل وحش أبدا، لأن النادي الأهلي عارف قيمة معلول كويس جدا. فمكمل ماشي، كل ده هيكون بطريقة كويسة جدا 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 مع معلول، وبشكل كويس قوي، وباتفاق وبتراضي بين الطرفين. لان زي ما باكد لك ان النادي عارف قيمه معلول كويس قوي، وعارف اللي عمله معلول للنادي في السنين اللي فاتت. فلحد دلوقتي انا باكد لك ان موضوع حسم ان هو يمشي او ما يمشيش، او مكمل او مش مكمل، لسه لحد دلوقتي يعني فيها كلام. عايزني في شغل؟ طيب والله يعني شغل ماشي، يلا بينا. عمر ما خلص كل حاجة يا محمود. القصة كلها في اللعيبة التبادلية اللي هتروح، زي ما انا حكيت لكم بقى التفاصيل كلها في الاول مع بعض. يلا، انا كده اتكلمت تقريبا في كل حاجة صح يعني. انا اتكلمت على موديست، واتكلمت على كل حاجة، وقلت كل حاجة. لسه ما تحددش موضوع ماتش الكاس ده خالص يعني. انا سألت في اتحاد الكورة، قالوا لي ان لسه ما فيش عندهم علم عن القصة دي في الوقت الحالي يعني، بان الكاس هيتلعب هناك. ممكن طبعا يكون الرابطة هي اللي بتجهز حاجة زي كده، او الشركة الراعية، او الكلام ده كله. بس انا سألت جهة واحدة بس يعني، فده كان ردهم عليا. لو في جديد هحاول ان انا اشوف الموضوع ده يعني. بس اتمنى ان الاهلي بعد اذنهم يعني يحسموا الصفقات بتاعتهم ويخلصوها قبل كاس الامم، عشان ما نتغفلش تاني. تمام، ما يغفلوناش في اي بطولة تانية جديدة لو سمحتوا. انا تقريبا رديت عليكم كلكم. امبابي هيروح الريال، يا والله العظيم افلح ان صدق. انا الصفقه دي خلاص انا ما بقيتش حاطه فيها اي امل، وما بقيتش عايزاها بالمناسبه يعني. انا ما بقيتش عايزه مبابي خالص بجد والله، ما بقيتش عايزاه. وحاسه ان هو لو جه هيعمل زي هازارد. من كتر الكلام على الصفقه دي خلاص اتخنقت منها. فاكرين موليكا والاهلي؟ انا اتخنقت منهم الاثنين. بس يعني الحمد لله يعني. كان شهر موفق بالنسبه. الاستاد انا جاوبت عليه والله. المدافع جاوبت عليه برضو وقلت كل حاجة. هفتح حاضر والله، مش كل يوم يعني، خليها كل يومين ثلاثة مثلا لما يبقى فيه جديد هفتح، بس مش كل يوم. يعني الحمد لله الشهر اللي فات كان شهر موفق جدا بالنسبة لي في الشغل الحمد لله يعني. فإن شاء الله الشهر ده كمان يبقى موفق في شغل تاني. محمد اسماعيل هو اللي ممكن يكون فيه تفكير يا محمد يا جابر، مش العش. محمد اسماعيل هو اللي ممكن يكون فيه تفكير، واللي انا عارفاه ان كمان حتى الزمالك فكر فيه برضو. دي برضو حاجة عرفتها بس مش من الاهلي، من بره يعني. يعني معلومة كده. ايه كمان؟ ايه كمان اتصورت مع رونالدو، بس اللي ما اتصورش مع رونالدو ما يجيش عندي تاني. يلا اشوفكم على خير، ولا عايزين تسألوا على حاجة تانية؟ عشان انا كده خلاص هقفل. انا كده هقفل. اي حاجة قبل ما اقفل على طول. عبدو سعيد ردي. ارد على ايه طيب يا جماعة؟ مش عارفة في ايه. ارد على بلاش الغيبة الكبيرة. حاضر ان شاء الله يعني، بس شغلي غصب عني يعني، اعمل ايه؟ وبعدين برضو كنت مع الاهلي هناك يعني، ما كنتش مع حد غريب. معلش يا يوسف. حاضر، هظبطه المرة اللي فاتت. حاضر ان شاء الله هفتح على طول والله، هفتح بإذن الله كل وقت. من فضلك اعطيك ايه يا عم محمد امين؟ انا مش عارفه انا اعطيك ايه. حد يعطيه يا جماعه، انا مش عارفه انا اعطيه ايه. احمد عبد القادر انا رديت عليه. فانت بتتابعني مع ابراهيم. تبادل المعلومات ازاي يعني؟ نتبادل المعلومات ازاي؟ انا مش عارفه نتبادل